كان نجم الملاعب، وكان اسمه يلمع في كل الصحف. إبراهيم سعيد، مدافع قوي، لعب في أكبر أندية مصر، الأهلي ثم الزمالك، وكان من نجوم منتخب مصر في وقت كانت فيه الكرة المصرية في أوج قوتها. لكن النجم الذي سحر الجماهير داخل الملعب تحول إلى اسم تتداوله الصحف لأسباب صادمة. كل شيء تغير بعد زواجه من عارضة أزياء مشهورة. في البداية ظهرا معا في برامج تلفزيونية، وكانت الابتسامة لا تفارقهما. الجمهور حب الصور اللي كلها حب والكلام اللي كله عسل، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماماً. فجأة ظهرت زوجته على مواقع التواصل وقالت إن إبراهيم استولى على أموالها وزور توقيعها وسجل ممتلكاتها باسمه دون علمها. اتهمته بخداعها وسرقتها والتهديد المستمر. بعض الناس ظنوا أنها مجرد خلافات عادية، لكن الصدمة جاءت عندما وصلت القصة إلى النيابة. زوجته قدمت مستندات وقالت إن إبراهيم أخذ منها سيارة وحول أموالاً من حسابها البنكي واستخدم التزوير لتوقيع أوراق رسمية. القضية لم تتوقف عند ذلك. أصبح إبراهيم يهاجمها علناً ويكتب ضدها على مواقع التواصل ويكشف صوراً خاصة ويوجه اتهامات مباشرة. الإعلام بدأ يغطي القصة، وأصبح اسم إبراهيم لا يرتبط بكرة القدم بل بقضايا التزوير والسرقة والسب والقذف. المحاكم أصدرت أحكاماً ضده في قضايا عدة، منها النفقة والتشهير. وبدل أن يتحدث الناس عن أهدافه صاروا يتحدثون عن الأوامر القضائية بحقه. في أحد اللقاءات القليلة قال إبراهيم إنه لا يستطيع العودة إلى مصر لأنه قد يعتقل فور وصوله. هكذا كانت النهاية، لا اعتزال رسمي ولا وداعاً يليق بنجم كبير. إبراهيم سعيد، من نجم في الملاعب إلى متهم في قضايا مدنية وجنائية، من قمة المجد إلى هوامش النسيان. هل كانت الشهرة السبب؟ أم أن اختياراته هي التي قادته لهذا المصير؟ كل ما نعرفه أن اسماً كان يوماً ما في قلوب ملايين تحول إلى قصة تحذيرية عن السقوط بعد الصعود. وبعدما كان يتجول في أرجاء الملاعب أصبح يتجول بين جدران السجون. في عالم الشهرة خطوة واحدة كفيلة بأن تهدم كل ما فعلته في سنين. إبراهيم سعيد لم يخسره الجمهور فقط، بل خسر نفسه قبل كل شيء. دي كانت نهاية حكايتنا النهاردة، بس مش نهاية الحكايات. استنونا في قصص تانية أغرب وأصعب من الخيال. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم كل الحكايات أول ما تنزل.